السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما باحسن حال. شايفين الطماطم ما شاء الله لونها احمر وجميل ازاي؟ طبعا انا لما الاقي طماطم حلوه كده ولونها حلو كده وجميل واحمر وقلبها من جوه مليان مش فاضي، واقوم عامله ايه بقى؟ اقوم جايبالي 2-3 كيلو واقوم عاملاهم صلصه للمكرونه والبيتزا. اضربهم في الخلاط مع راس توم وقرنين فلفل اخضر وايه بقى، بألف هنا وشفا. بصوا يا جماعه، اشيلها في علبه كده بعد ما تتسبك تسبيك عادي بدون بهارات ولا زيت، احطها في العلبه، واول ما تخلص والاقي مثلا طماطم عندي حمراء او مستويه او حاجه بحوشها في الفريزر. او الطماطم مثلا بتبقى رخيصه بيندهوا مثلا يعني عليها يعني وكده، الناس اللي بتلف ديت ب5 جنيه بقى الاتنين ب15، الكلام ده كله بقوم جايباها. ولما بلاقيها حمرا وجميله بقوم بقى ايه عاملاها بالطريقه دي. تاكلوا احلى صلصه في حياتكم للبيتزا والمكرونه بألف هنا وشفا. انا بعمل الحاجات دي على طول دايما، فحبيت افيدكم بحيث مثلا والله العظيم بجد بتنفعكم، بدل مثلا ما في يوم مش عارفين مثلا تعملوا اكل ايه او حاجه وعايزين تعملوا مكرونه، بدل مثلا ما لسه تعملوا لها الصلصه بتاعتها من اول وجديد، او تشتروا صلصه معلبه. انا ضد المعلبات صراحه، ما بحبهاش جدا خالص، فبجيبها وبتبقى جاهزه عندي في الفريزر وبألف هنا وشفا. مع السلامه.